عليكم، مرحبا بكم في عالم الربيع، فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. غندير معكم جينواز اقتصاديه ما فيهاش تماره وكثر التعقيدات. غادي ندوزو المقادير. هنا عندي 5 البيضات بحراره المطبخ، عندي هنا 5 المعالق ديال السنيده، عندي واحد الخماره، عندي واحد الساشي بنكهه الفاني، عندي 2 معالق ديال الزيت، عندي هكايا 2 معالق ديال الماء، عندي واحد رشه الملحه. ندوزو لطريقه التحضير. هنا طريقه التحضير غادي ندير واحد البول ديال العجانه، غندير فيه دوك 5 البيضات ضروري يكونوا بحراره المطبخ، وغادي ندير واحد القرصه ديال الملحه اللي ضروري. هذا وقت ديال الحلاوي اللي بغات تنوض تخدم على راسها او دير حليوه هكا لوليداتها. هاد الجينواز هذا راه ناجح 100%. غادي نضيف الساشي ديال نكهه الفاني، غادي نضيف ديك 5 المعالق ديال السكر، غادي يبقى لينا الماء دافي، الماء دافي والزيت. غنرد هذا الشيء هذا باش نطلعو هكايا في العجانه ونرجع معاه. بعد ما طرب ليا البيض هكا، طربت البيض وديك السنيده، هنا غادي نضيف عليهم دوك 2 كيسان ديال الزيت، وغنضيف عليهم 2 كيسان ديال الماء اللي يكون دافي. غادي نرد هذا الخليط هذا للعجانه باش يطرب لي عاوتاني مزيان، عاد نرجع معكم باش ندير. هنا عندي 5 المعالق ديال الدقيق الفورس، وهنا عندي واحد الخماره. انا مولفه ما كنديرش معكم الخماره، جينواز كنديروا بلا خماره، ولكن البنات اللي قالوا لي بغينا بالخميره ما كتصدقش لينا، انا درت لكم الخماره. هنايا عندي البيض هكايا طلعته، هانتوما كتشوفوا كي داير. هنايا غادي نضيف داك الدقيق على 2 دفوعات وديك الخماره. غادي نحاول انا الدقيق هنا غربلته، غنعاود مازال نغربلو، غنديرو على 2 دفوعات. نجيب واحد المعلقه. عرفتوا انا كيسحبني كيصور لي التليفون تاع راه وقف لي ما كيصورش ليا. المهم هنا راه درت الدقيق، درت دوك 5 المعالق ديال الفورس ديال الدقيق، ودرت الخماره وزن 8 غرام من الفوق لتحت، من الفوق لتحت هكا باش ما يهبطش لكم هذاك البيض. ولكن واقيلا واحد هذا المقطع ما تشدش ليا. المهم ملي جيت نشوف لقيت التليفون طفى ليا. هذه هي الطريقه ديال الجينواز. صافي كنهز من الفوق لتحت. غادي نجيب واحد اللاطه هكايا اللي لبستو بابي كويسون، والفران الا كنتو غديروا في ديال الضو ديروا 170 درجه او 160 درجه، كنتو غديروا في ديال الغاز تكون متوسط ولكن ما تفوتش 10 دقائق. نديروا في الرف الفوقاني كاع، ما ديروش لتحت باش ما تحرقش لكم الجينواز من التحت، لان راه دغيا كيطيب هذا الجينواز هذا. صافي غادي نجيب واحد اللاطه بعد ما داك الدقيق هكايا اندمج ليا مع الخليط. صافي غادي نجيب واحد اللاطه اللي لبستها بابي كويسون على هذا الشكل. غادي نحاول ندير هكايا واحد شويه ديال الخليط لتحت باش يشد ليا هاد بابي كويسون. كنحاول هكايا اللاطه. غادي نجيب واحد السباتوله باش غادي نخوي داك الخليط. نتوما كتشوفوا الخليط كي داير، القوام ديالو. صافي غادي ندخلو الفران وغنقص عليه الحراره. انا غنديرو غير في ديال الغاز، ممكن ديروا في ديال الضو 170 درجه او 160 درجه. من بعد ما طاب الجينواز ديالنا راه ضروري كتخليو كيطيب وكتخليوه يبات. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله كيجي رائع. هنا عندي 2 طبقات، انا درت معكم المقادير ديال وحده ولكن راه دبلت المقادير. شفتوا كتلويوها فين ما بغيتو، كتجي خفيفه وكتجي رطبه. شوف السمك ديالها. عرفتوا هاد الجينواز الا درتوها راه ناجح 100%. كينجح هاد الجينواز. لكم انايا غنصايب الكركاع واللوز كراميليزي اللي كيجي زوين حتى هو باش نديروها قرمشه وسط الحلوه ديالنا. هنا عندي واحد الكاس ديال السنيده، غادي نديرها فوق العافيه وما غاديش نحركها، غنخليه حتى بدا يذوب عاد نبدا نحركها وغنرجع معكم. هنا عندي 200 غرام بين الكركاع واللوز، لكن انا ما بغيتش يجيني حلو بزاف داكشي علاش درت كاس ديال السنيده. من بعد ما كراميل راه هانتوما راه داب لي داك السكر ولا كراميل، بقيت عليه هكايا ما وصلتوش بالمعلقه نهائيا حتى داب، عاد بديت كنحرك فيه. هنا غادي نضيف هذاك الكركاع ديالي واللوز. صافي غادي نحاول هكايا حتى نلبسوا هذاك الكراميل. هنا من بعد ما
تكراميزا لينا هذاك الكركاع واللوز. غادي نخويه هكايا في واحد بابي كويسون اولا هكا شي حاجه باش ما يلصقش بهذه الطريقه هذه. وكنحاول هكا نوزعو دغيا نخف. هنا من بعد ما بردت لي النوكا ديالي هانتوما كتشوفوا غنهرسها وغنديرها في الهاشوار وغنهاشيها. من بعد ما صايبنا النوكا ديالنا هو هاشيناها. هنايا عندي يطرو ديال الكريمه اللي هي هذه. انا كيسحبني التليفون كيصور صح ما كيصورش ليا. هيا هولالا راه ما اشهار ما والو. هنا درت عندي اطرو درتها هنايا باش نطربها ودرت واحد الساشي بنكهه الفاني وهي اصلا حلوه يعني فيها السكر بلا ما تحتاجوا ديروا السكر. نتوما كيبقى لكم الاختيار ديروا الكريمه اللي بغيتو اللي متواجده عندكم. ممكن ديروها ممكن ديروا ديال العبار حتى هي راه كتجي زوينه. صافي غادي نطرب هاد الكريمه هذه. وهنايا درت الشكلاط. هنا درت الشكلاط ايكبيل درتو في حمام مريم ودرت معاه واحد ميلكا ديال اوريو ايكبيل اللي درت هي باش غادي نجمع داك الخليط ديال النوغا والفويتين. دوك السيجار ما لقيتش كاع الفويتين المهم درت السيجار تا هو فيه الفويتين تيجي تا هو المذاق ديالو زوين. هنا من بعد ما طلعت الكريمه هانتوما كتشوفوها غادي نردها هكا جانبان. هنايا راه جبت هذاك الشكلاط. هنايا هذاك النوغا اللي صايبت قسمتها على جوج نص غنصايب به البخانيني والنص غادي نحطو هنايا وغادي نحاول نجمعوه بهذا الشكلاط هذا باش تكون لي ديك القرماشه اللي غادي نديرو. الشكلاط ضروري يكون هكا بارد ما يكونش سخون. وغادي نزيد هكايا مع ما لقيتش الفويتين غادي ندير داك البسكوي ديال السيجار. شريت هكا الساشيات من بيم هي هادي شريت ساشيه من بيم فيها 24 حبه. هو اللي غادي نضيف هنايا حتى هو كيعطيني ديك القرمشه على شكل فويتين. غادي نحاول هكا نقسمهم باش تكون لي ديك القرمشه. انا كنبغي ديك القرمشه الصراحه في هكا مزيانه. هنا الجينواز قسمتها على 3 هانتوما كتشوفوا. وحده ما قسمتهاش مزيانه وانا نزيد لها الطرف هذا. وديك الجهه اللي كتولي لاطا هي اللي قلبتها هكا باش نسقيها. انا راه غير بلاطو هو اللي قلبت وحطيت هكا الاطار. والجينواز قسمتهم على 3 عندي 2 جينوازات قسمتهم حاولت باش ندير 3 ديال الطبقات. صافي عندي هنايا اللي تزين عندي هنا البخانيني اللي شفتو راه نص طحنتو نص هاشيتو ونص درت به البخانيني ديال اللوز والكركاع. هنايا عندي الكيوي اللي قرطو على هذا الشكل. وغادي نجيبو الحليب باش غادي نسقي هكا هاد الجينواز. انا كنسقيها بالحليب كتجي زوينه. هي الصون جينواز صراحه ماشي ضروري تسقيوها الا كانت عندكم فتيه ما تسقيوهاش. انا واخا فكره فتيه ولكن انا بغيت نسقيها. هنا بعد ما سقيت الجينواز ديالي غادي ندير هكا الكريمه واحد الطبقه ديال الكريمه ونحاول نوزع هاد الكريمه هادي. هنا من بعد ما وزعت ديك الكريمه ديالي غادي ندير هكايا الكيوي. نتوما الديسير كيبقى لكم الاختيار ديروا الديسير اللي بغيتو. هنا من بعد ما وزعت هذاك الكيوي غادي نحاول نوزع البخانيني بهذه الطريقه هذه. هنا غادي نعاود ندير واحد من بعد ما وزعت داك البخانيني وداك الكيوي غادي ندير واحد شويه ديال الكريمه هكايا غير باش تشد لينا الجينواز باش مابقاش تسبق بحال هكايا منين هنا من بعد ما وزعت هذيك شويه الكريمه من الفوق وزعتها هكا غير بالمعلقه غادي نجيب الثانيه وغادي نحاول نحطها بهذه الطريقه هذه وغادي نسقيها صافي. وغادي نسقيها ثاني بالحليب. من بعد ما سقيت الجينواز ديالي غادي نحاول نحط الكريمه عاد نحط ديك الطبقه اللي مقرمشه. انا هنا عندي راه كناخذها معلقه كتجيني مساربيه. من بعد ما وزعت ديك الكريمه غادي ندير الطبقه هكايا ديال انا غنحاول نوزعها بيدي بهذه الطريقه هذه. ديك الطبقه اللي فيها الفويتين اللي فيها داك السيجار وفيها النوغا. من بعد ما وزعت هذاك النوغا ديالي داك الفويتين غادي ندير هكا الجينواز غادي نحاول نسقيها. من بعد ما درت الجينواز ديالي الجينواز ديما كنديرو بالمقلوب يعني هاد الجهه هي اللي مواليه اللاطه هي اللي كنسقي فيها
باش كتدخل ليها السقوه. كما سقيت هكايا الجينواز غادي نحاول ثاني نوزع الكريمه صافي بهذه الطريقه هذه. هنا من بعد ما وزعت الكريمه بهذه الطريقه هذه غادي نحيد هذا الاطار هذا صافي باش نحاول ندير الكريمه من الجناب بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا نقادو الجناب. الحلوه ديالنا من بعد ما بردات لينا جبدناها من المجمد، راه كنت غلفتها هكايا ببابي سولوفان باش ما تاخذش ليا ديك الريحه ديال الكونجيناتور. صافي غادي ندوز باش ندير معكم الكلاصاج. شفتوا كي كتجي بارده. ندوز باش ندير معكم عندي هنايا كاس ديال الماء، واحد الكاسرونه اللي درت فيه كاس ديال السنيده وكاس ديال الماء، وعندي كاس ديال الكريمه، وعندي هكايا 3 ساشيات ديال الكاكاو المور، وعندي واحد 3 ديال الجيلاتين. هادو هما الكلاصاج، هادو هما المقادير اللي غندير بهم الكلاصاج. غادي ندير هاد السنيده والماء تيطبخوا مزيان، وغندير الكريمه حتى هي تدفى ليا في واحد الكاسرونه واحده اخرى، واوراق الجيلاتين حتى هما غادي نحطهم يرطبوا ليا في الماء. غادي نقطعهم على هذا الشكل هذا وغنحطهم يرطبوا ليا هكايا في الماء. هنا من بعد ما غلى ليا داك الخليط غادي نضيف عليه داك الكاس ديال الكريمه وغنحاول نحرك هكا بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف دوك الساشيات ديال الكاكاو. هنا من بعد ما خلطت هذاك الخليط غناخذ الاوراق الجيلاتين ديالي غادي نعصروه هكايا من الماء، ضروري نحاولوا نعصروه مزيان، وغادي نضيفهم فوق هذا الخليط وغنحركو وهو سخون باش يذوب لينا داك الجيلاتين، وغنخليوه هكايا تيبقى غادا في واحد شويه. غندوزو نديرو كلاصاج معكم. هنا من بعد ما برد لينا الكلاصاج ديالنا نتوما كتشوفوه، صفيوه الا بغيتو تصفيوه، انا صفيتو صافي. غادي نخويه فوق الحليوه ديالي بهذا الشكل هذا. هنا الحليوه ديالنا بعد ما خليتها واحد شويه، من بعد ما سقطرات غادي نحيدها وغادي نمسح لها كالجناب وغنزينها ان شاء الله باذن الله. وندخلها الثلاجه تبرد واحد شويه ونعاود نرجع معكم باش نزينوها. هنا من بعد ما بردات لي واحد شويه غادي ندير ليها هكايا اللوز كونكاسي. كنت باغا ندير ليها هكايا هاد لي سيجار هادو فرتتو، ما كاين ما عطانيش المنظر زوين الصراحه. يعني هكايا اللوز كونكاسي احسن، كيعطي المنظر زوين باش يجيني واحد شويه ديال الوين هكا مفتوح. صافي غنبقى نزينها بنفس الطريقه تنكمل بهذه الطريقه هذه. نرجع معكم. انا راه الفيديو ما التليفون طفى ليا. انا عندي الساتيون بالذهبي، هو باش زيد كندير هكا الكاسفه الساتيون وكنطبع، وباش درت هاد التزويقات هادو. المهم الابداع اختي داكشي خرج هكاك. هنايا عندي النوغا صايبتها ودرتها فوق واحد الكاس، تعوجت ليا بحال هكايا ودرت عمرت فيهم الفرونفواز ودرت عليهم السكر كلاصي سبيسيال. فهمتوا اختي الابداع مهم، هو هذا الابداع ديالنا هو هذا. وعندي النوغا هنايا اللي غادي نديرها حتى هي قطعتها هكايا دواور بالكاس وقسمتها بالموس من الوسط، هي اللي غادي ندير هكايا هنايا نزين بها. وانتم تزين كيبقى لكم الاختيار، تزينوا باش ما بغيتوا. المهم انا دا هو التزيين ديالي بسيط. انا غنكمل وغندخل الثلاجه تبرد واحد شويه ونرجع معكم الشكل النهائي ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا هي هذه. اللي بغى بحال هكا يخدم في هذا راس العام او اللي يفرح وليداتو كتجي ما شاء الله، كتجي غزاله. غادي نقطع معكم بحال هكا باش تشوفوا القوام ديالها ما شاء الله كي داير. كتجي غزاله كتجي. ما تنساونيش من واحد اللايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا بزاف. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي دوك الحشوات. عرفتوا كيجيو الطبقات كيجيو رائعين، كيجي شكلا ومذاقا كتجي خطيره. ما شاء الله كتجي رائعه كتجي. شفتوا الشكل ديالها. كنتمنى من الله ما تنسونيش من واحد اللايك
والله يعاونكم، والفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.